إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك سبسكرايب، وأيضا الضغط على زر الجرس للتوصل بجديد فيديوهاتنا. شكرا لكم على المتابعة. يقول عليه القانون الدولي أنه يسحب الشرعية والتمثيلية للمواطنين من الدولة. أكيد أنه يسحب الشرعية من الدولة، لأن الدولة تعمل على توفير الكرامة للمواطنين والحقوق والحريات التي تعاقدت عليها معهم، والتي أكدتها بتوقيعها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات. ومن بين آثار القمع والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان هو سحب الشرعية، بحيث أن من حق المواطنين اليوم أن يعيدوا التفكير في معادلة الدولة بصفة عامة، حيث أثبتت الوقائع والتاريخ أن النظام الملكية السلطوية الذي يسود في المغرب غير فعال إطلاقا، لا يعطي أي نتيجة إيجابية. والإخوة الذين يقولون بأن الدعوة إلى الحق في تقرير المصير هي خيانة، فإذا كان الموضوع كذلك فالدولة المغربية هي أول الخائنين، بحكم توقيعها على كل الاتفاقيات التي تنص على الحق في تقرير المصير. الحق في تقرير المصير له مجموعة من الأوجه والأشكال، وليس واحد أو شكل واحد. والقانون الدولي يعطي أمثلة كثيرة في هذا الميدان. والذين يعيبون على من ينادون بالحق في تقرير المصير فهم يتناقضون مع أنفسهم، لأنه حق يدخل من بين حقوق الإنسان، وهي حقوق لا تتجزأ، وإن كان نقيضه الحق في وحدة سيادة الدولة، غير أنه لا يعمل به في بعض الحالات، بحكم أن الحق في تقرير المصير فهو قاعدة آمرة عندما يتعلق الأمر بتصفية الاستعمار. وأتكلم عن الاستعمار بحكم التاريخ السياسي لمنطقة الريف، شاهد على تأسيس جمهورية الريف لمدة 5 سنوات، وتم القضاء عليها باستخدام الانتداب الثلاثي القوات المخزنية، المستعمر الفرنسي والمستعمر الإسباني. والتاريخ شاهد على تلك الجرائم، جرائم الشنعاء والتي تتكرر اليوم 2017. صراحة أنا ما كذبش عليكم، أتألم بشكل فظيع. الفيديوهات التي شاهدت على الفيسبوك صراحة كرجل قانون أدين الدولة المغربية، أدينها بشكل واضح وصريح، وأدين الملك. الناس التي يحاولوا يوهموا الشعب أن المسؤولية تعود إلى الحكومة فهم يساهمون في زيادة الطين بلة. المسؤول الوحيد هو الملك. راه الدستور راه واضح، راه هو الصاهر على احترام الدستور، وهو رئيس الدولة، وهو حامي حمى الملة والدين. أين كان أمير المؤمنين والمسلمون في يوم عيدهم المقدس
ينهال عليهم المخزن بكل أنواع القمع. أين هي قدسية العيد يا أمير المؤمنين؟ أين هي قدسية العيد؟ أين هي حرمة المواطن؟ المخزن لا يفرقون بين رجال ونساء وأطفال. راه كارثة بجميع المقاييس الإخوة، كارثة. راه أنا راه تنتمالك الأعصاب ديالي بشكل لا حول ولا قوة إلا بالله. واش تشوف واحد الفيديو، واحد السيدة مسكينة غير دايزة في الشارع هو يضربها البوليسي ودالها الهاتف ديالها السطو. حنا رجعنا للزمن ديال ما قبل الجاهلية، رجعنا لي ماشي غير الجاهلية، ما قبل الجاهلية، حينما كتسطو قبائل على قبائل وتنتهك حرمات نسائها وتنتهك ممتلكاتها وتقتل وتسبو من راه صافي هادشي اللي رجعنا ليه. ما بقيناش دولة ديال المؤسسات. اليوم أنا كمغربي أقولها من ولد مكناس، أنا ولد مكناس، لست ريفيا ولست صحراويا، ولكن تنقول أنا من حق أي مواطن أنه يقرر المصير ديالو. هذه حرية شخصية، هذه من حقي نقرر شكون اللي غادي يحكمني. إلا كنتو المغاربة خايفين على وحدة المملكة، راه خاصكم تكونوا صوت واحد وتطالبوا بالحق في تقرير المصير. منذ الاستقلال إلى اليوم لم يتغير في المعادلة إلا عنصر واحد، ومن يتناوب على السلطة، ولكن الحاكم بقى هو. أفراد الشعب تتغير، النقابة تتغير، الأحزاب تتغيب، ولكن نظام الحكم هو اللي بقى. ودائما عندنا المعادلة تخرجنا في الخارج صفر، ما عندنا حتى شي نتيجة. بالتالي اليوم رياضيا يجب أن نفكر في العنصر الذي لم يتغير وهو الملكية. 60 سنة حنا تنبدلو تنعاودو نبدلو نعاودو نبدلو، جبنا حكومة، جبنا دستور 2011، صافي هذا هو آخر ما عندنا هو دستور 2011. راه لم يتم احترامه بالبت والمطلق. علاش؟ عنصر الملكية يحكم بشكل مطلق، الملك يحكم بشكل مطلق، يظن أن له حقا إلهي في الحكم، يظن أن المغرب ملك له. واليوم يجب الحديث عن هذا المعطى فقط. الإخوة في الريف لا تكونوا واهمين، راه طلباتكم ليست طلبات اجتماعية أو اقتصادية، فهي طلبات سياسية. راه الجامعة والمستشفى وفرص العمل راه الدولة التي مكلفة بها، وحينما تطالب لا تطالب بالصدقة، تطالب بحقك السياسي أولا. راه سياسي هذا كمطلب، لأن الحقوق ديالك ينص عليها الدستور، والدستور وثيقة سياسية. راه ما يمكنش لأي واحد، أي مستثمر كيفما كان، واخا يكون أغنى أغنياء أبناء الريف، يجي يبغي يدير لكم جامعة ويدير لكم مستشفى بالمالية الخاص، راه ما غاديش يخليوه، راه غيعرقلوا له الشغل. باش نكونوا واضحين، اليوم المطالب سياسية، باش تكونوا راه غير ما تبقاوش توهموا انكم الا قلتوا عاش الملك راه غادي يتحقق لكم شي حاجه. راه كاين غير عصا، راه كاين غير قمع، راه المعادله راه واضحه، وشرح الواضحات من المفضحات. شحال بغيتو ديروا مؤشرات على فساد المؤسسه الملكيه؟ شحال ديال المؤشر، شحال ديال الدلائل؟ واش الملك عايش في كوكب آخر؟ ما عايش معنا على كوكب الأرض. راه عايش معنا في نفس البلاد، وعنده نفس المعطيات اللي عند كل شيء. إذا ملي تنتكلموا على هذا القمع اللي تيوقع على المواطنين وهما خارجين تيمارسوا حقوقهم الدستورية، حقوقهم، ما داروش شي حاجة اللي العيب والعار. إلا خرج الملك وخطب في الشعب وقال لهم ما كاين دستور
ما كاين قانون، واللي يهضر يلعف هذيك الساعه الا خرجتي للشارع وكليتي العصا لقد اعذر من انذر. ولكن لا، تيقول لك المواطنين عندهم حقوق من حقهم يحتجوا. اذا هذا نوع من التضليل، نوع من عدم تحمل المسؤوليه، لان السلطات كامله بيد الملك. ما تبقاوش تقولوا له الحكومه ولا بن كيران. بن كيران حاشاكم بحال هاد الكلينيكس، دار ليه بحالها ولا حول كلينيكس راهم كثار. وتبقاو نتوما كل مره تصينوا كلينيكس مور كلينيكس، تبقاو ديما شادين في البوطه ديال الكلينيكس. اليوم ابناء الريف تنصحكم جوج ديال النصائح وتنأكد عليها. انا مغربي ومسلم وانادي بالوحده، ولكن الى غادي يضروا خوتي الريفيين وعندهم فرصه انهم يهربوا من هذا الجحيم، فانا اشد على ايديهم او ازرهم باش نكونوا واضحين. كذلك بالنسبه للصحراويين، اي واحد غادي يقد يتعتق ويركب شي فلوكه وهذا الباطو تيغرق وين جاب حياته، مرحبا. ما خاصناش نكونوا انانيين. الناس اللي تيقول لك ما بغيناش الفتنه والحمد لله على البلاد، على الامن والامان والاستقرار، اذا كنت انت تحس بالامن فالآلات لا تحس به، بحكم ان الامن هو احساس ذاتي. هل تعلم ماذا يعني احساس ذاتي؟ ليس باحساس موضوعي، ماشي الا حسيتي بنت يحسوا به المغاربه كاملين. والامن لا يعني فقط محاربه الارهاب، هذا اذا كان فعلا هناك ارهاب يواجه الدوله المغربيه. الامن له تفرعات عده، راه كاين الامن الاقتصادي، الامن الاجتماعي، الامن السياسي، راه ما لا نهايه. ما تنتكلموش فقط على محاربه الارهاب، راه الحريه في حد ذاتها راه امن، راه جزء لا يتجزأ من الامن. واهم ركائز الامن هي الحريه والحقوق. الا انا غنمشي للمستشفى وما غنلقاش الضو وما غنداوش وغنموت في المستشفى، هذا راك ضربتي لي الامن الصحي ديالي. الا غنمشي للقضاء وغنلقى قضاء مرتشد وفاسد، راك ضربتي لي الامن القضائي ديالي. الا غنصوت على واحد وانت دير لي واحد اخر، راك ضربتي لي الامن السياسي ديالي، هدمتي ثقه المواطن في المؤسسات السياسيه الاخرى. ملي تنطالب انا بحقي وتناكل العصا عليه وتنتسجل عليه وتنتخطف عليه، اذا ضربتي لي انا الامن الحياتي ديالي كامل. تتكلموا على الاستقرار، اي استقرار هذا اللي تتكلموا عليه؟ ملي تيكون مواطن واقف عادي ما عليه ما بيه، تلقى راسو جاي بوليسي من اللور وهزوه وخطفوه وداروه في الفرق، هذا هو الاستقرار. مواطنه غاديه ما عليها ما بها، تيجي واحد المواطن ويبدا يركل فيها ويحيد لها ويسرق لها الهاتف ديالها، هذا هو الاستقرار اللي عم تتكلموا عليه. اليوم يجب أن نحسم. الريفيون لهم زورق لينفذوا به قبل أن تغرق السفينة. النقطة الأولى قلتها أن الجمهورية الريفية كانت مؤسسة، معطى تاريخي وقانوني وسياسي، كانت مؤسسة، يعني من حقهم يتقدموا للأمم المتحدة من أجل تصفية الاستعمار. هنا أستحي من ذكر هذه الكلمة، ولكن هذا هو الحقيقة. حينما يتصرف معهم النظام بهذا الأسلوب، وهو الأسلوب الدكتاتوري وخرق القانون، فهو يعطيهم شرعية للمطالبة بالاستقلال وتصفية الاستعمار ديال الدولة المخزنية. هذا من جهة. من جهة أخرى، الحق في تقرير المصير يخول لهم أن ينضموا إلى دولة أخرى. الحق في تقرير المصير كذلك استنادا على الانتهاكات الجسيمة التي تعرفها مدينة الحسيمة ونواحيها
يخول لهم تأسيس دولة من جديد، حتى لو لم تكن لهم دولة تاريخيا من حقهم يأسسوا دولة. لماذا؟ عندهم الشروط لتأسيس الدولة. ما هي شروط حق تقرير المصير؟ ما هي؟ الشعب، الأرض، والحكومة، هادو لتأسيس دولة، ياك؟ وغادي خصهم، اسمعني مزيان، اعتراف دول لها وزن سياسي. متفقين؟ باش نوضحوا النقط القانونية. إذا كجوج ديال الخطوات. إذا توجه رسالة مباشرة للقصر: إذا لم تحترم واجباتك وتفي بها فمن حقنا أن نؤسس دولة ونتحمل مسؤولية تدبير شؤوننا ونستغل خيراتنا. هذا من حقكم. واش تنقول لكم أنا باش نزيد نقربوا من المواطنين اللي ما تيستسيغوش فكرة الانفصال؟ راه الانفصال معاش في حياتنا اليومية. إذا مابقاوش ديروا من الحبة قبة. راه الله عز وجل لو شاء لخلق أمة واحدة، ولكن حكمته في خلق الشعوب والقبائل. الله عز وجل اللي خلق شعوب وقبائل. إذا ما تبقاوش تغلفوا قبول الاستبداد بالدين، ولا تقول له لا قلت انت راك خائن. لا سي، انا لست خائن. لو كان من يطالب بحقه خائنا فجميع المغاربه خونه. غتقول لي بحالاش؟ غادي نقول لك السيد اللي تيكون مكابر مع باه ومربيه باه وموكلو باه، واحد الوقيته تيخرج وتينفصل على باه وتيدير الاسره ديالو بوحديتو. حتى هذا راه خائن. خصو يحافظ على الوحده، خصو يبقى عايش مع باه. نمشيو للمدني والعقار كذلك، نحيدو من الاسره. نعطيكم بزاف ديال النماذج ديال الانفصال. واحد السيد توفى، خلى 4 ديال الاخوه، خلى لهم واحد العقار عباره عن ارض كبيره ورثوها على الشياع. القانون تيقول لك لا يجبر احد بالبقاء على حاله الشياع، من حقهم يقسموها. والامثله كثيره. اذا الانسان اللي غادي يطلب يستافد من الخيرات ديالو من الارض ديالو في اطار سياسي معين، هذاك راه ماشي خائن. والامثله كثيره. الولايات المتحده الامريكيه كانت قابعه تحت الحكم الانجليزي. وثيقه استقلال امريكا هي اول وثيقه تقرير المصير. الدول اللي كاينه في امريكا الشماليه كذلك. الاتحاد السوفيتي اللي تفرتت، مؤخرا السودان. راه الامثله كثيره وكثيره وكثيره جدا. ما نبقاوش تصوروا لنا الناس اللي باغيين يفلتوا من الهلاك ومن العذاب على انهم راه ما عندهمش بديل اخر. يلا البديل الاخر هو انكم كاملكم تتحدوا كمغاربه وتخرجوا تطالبوا بالحقوق. يعني الا كنتي انت كاع كمغربي مأمن على حياتكم مزيان، اذا بالتالي ما خصكش تكون اناني وتكون حقود وتبغي الامان غير راسك. بالعكس خصك تكون انسان وتقول لذاك الانسان الاخر اللي ما عندوش الامان ندافع معاه باش هو يتامن، ماشي انت تعيش في الامان وواحد اخر يعيش في الجحيم. هذا راه تناقض. الناس عاوتاني تبقاو يتكلموا على الفتنه. واش تفهموا شنو معنى الفتنه؟ الفتنه اصلها الكفر. والفتنه هي انك تفقد الانسان انتماءه الديني، يولي يشك في الانتماء الديني ديالو، يقول كذا كذا هو الاسلام انا باغي نكفر به. هذه هي الفتنه. هذه هي اشد فتنه اللي هي الكفر، تبع الانسان الكفر. وما اكثرهم الان، ما اكثرهم من يعيدون طرح هذا السؤال: واش فعلا الدين الاسلامي دين؟ هادشي تدفعوا الناس انهم يكفروا بدينهم. ملي تصبغ السياسه بقالب ديني وتصبغ العنف وتصبغ الاغتصاب وتصبغ بالدين، اذا ما جدوى هذا الدين. الله عز وجل
من بين القيم التي أنزلها على في دينه هي العدالة، هي العدل، الحقوق، ونبذ الظلم. ولكن اليوم في دولة بحال المغرب ملي تنشوفوا هاد الاعتداءات في عيد الفطر بهذاك الشكل اللي شفناه، ومنع المواطنين من القيام بصلة الرحم، راه قمة الاستبداد، راه ضرب في ركائز الدين، راه ماشي غير الملكية بوحديتها اللي ثابت من ثوابت الأمة، راه الديمقراطية، الاختيار الديمقراطي ثابت من ثوابت الأمة، الدين الإسلامي. إذا غادي تمس راه في المنطق، إلا عندي واحد الثابت غيهرس ليا 3 آخرين راه تنإليمينيه، راه إلا كانت يدي مجدومة راه غنحيدها واخا جزء مني. إذا اليوم النقطة الأولى تنطلب من الإخوة في الريف، إلا كنت أنا غنتخطف وغادي تعتقل وغادي تسجل ظلما وبهتانا بأحكام جائرة وغادي نتقمع وغادي تمسوا بلادي وعيالاتي وبناتنا وخواتنا يتمسوا من أجل المستشفى والجامعة، فبالأحرى نتعرض لهذا الشيء كامل وتنطالب بشي حاجة أخرى كبيرة. وأنا متأكد إلا كبرتي سقف المطالب، إلا طلع سقف المطالب أنا متأكد أنه غينزل معاك الأرض. ربما يظنون أنكم شعب تهوون الزرواطة. متى تكون عطيتو تقول ما عنديش مشكل مع الملك والملك عارف أنه هو السبب في داكشي اللي وقع لك، تيقول واقيلا الشعب ديالي راه عزيز عليه العصا. إلا اليوم خصنا نتكلموا بصراحة. الناس اللي تيصورونا أننا خونة وأننا معارضين وأننا خرجنا من الخدمة بدينا تنهضروا راهم غير مضللين. أنا راه دابا ما عمري تكلمت خارج من فرنسا مدة طويلة، ما عمري درت شي لايف، تا ولات الأحداث اللي تتوقع مؤخرا هي اللي طراتني، هي اللي استفزتنا في الشعور ديالنا. من راه واحد بقيت نخرج وغسلت على ديك البلاد، ما بغيتش نبقى نهضر كاع على المسائل. ولكن ملي تشوف خوتك شي تيوقع عليهم ما يمكنش تبقى ساكت. انا خرجت من الخدمه حيت هدرت، حيت ما بغيتش الظلم، ما بغيتش نوقف بين يدي الله عز وجل يسالني على شي مواطن مغربي، وما شغليش انا في الملك، وما شغليش في الوزاره، وما شغليش في الحكومه وما عنديش مشكل يكونوا اغنياء العالم، ولكن عندي مشكل من نشوف ولاد بلادي تياكلوا العصا. يقد يكون هذا مشكل فيا، انا ما بغيت نصبر على هاد الحقره هادي وكما تنقدش. راه ما تنقدوش، راه عدد من البشر ما تيقدوش، راه ما تنقدوش صراحه، ما تنقدوش نصبروا. من تشوف خوك ما داير والو، تشوف ماشي غير قمه الظلم، ماشي غير قمه الظلم، فات الظلم الليل. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، الله يجازيكم الإخوان في الريف، الله يجازيكم بخير، تجنبوا الصراع مع المخزن قدر المستطاع. راه حتى نتوما تتقطعوا لينا القلب، ما ندخلوش معاه في مواجهة، نقلبوا على طرق سلمية وردوا البال، ركزوا على السلمية هي اللي تتحرج النظام المخزني. راه تيصيفط لكم، شوفوا الإخوة في الريف، راه تيصل لكم الناس ملتمين، رد معايا البال، الناس ملتمين ويبداو يضربوا في البوليس، وجايبين الناس ديالهم تيصوروا بالكاميرات وانت ما يخليكش تصور. في نظرك علاش؟ باغي يقيم عليك الحجه ان التدخل ديالو في اطار حمايه الامن العام، لانه تيعرف راسو تيرتكب جريمه، مع العلم أن من بين أوجه الحق في تقرير المصير من غير السلمية والطرق القانونية للاستفتاء والاقتراع العام كاين العصيان وكاين الثورة. وبعد ما تيرفض، رد معايا البال، هذا راه في القانون الدولي، اسمع، في القانون الدولي إلا رفض النظام تنزيل حق الاستفتاء أو حق الاقتراع العام للمواطنين، هذا تيخول إذا كانت هذيك الدولة المستعمرة
واللي تأسست بشكل قانوني وعندها اعتراف أنها تلجأ للدفاع المسلح باش تحمي نفسها. راه الحق في الدفاع الشرعي راه حق قانوني وقدسي وديني. راه ما يمكنش انت تجي باغي تقتلني وانا نبقى نقول لك لا السلميه ونبقى نسكت. لا، راه خصني ندافع على نفسي. وهنا الحق في الدفاع يستلزم موازنته مع الهجوم. الا جايب هو زرواطه انا نهز الزرواطه، ولكن من وصل لهذه المرحله هذه تنستوفي الشروط القانونيه ديال السلميه. نطالب بشكل سلمي بالحق في تقرير المصير. والريفيون عندكم مجموعه من الاوجه والوجوه، متفقين؟ الاوجه لتقرير المصير. نتوما وذوقكم يمكن لكم تلتحقوا باسبانيا اذا وافقت، يمكن لكم تنفصلوا، يمكن لكم تحصلوا على الحكم الذاتي ديالكم، يمكن لكم تحصلوا على الاستقلال. الانفصال شيء والاستقلال شيء اخر. هادشي كامل من حقكم. وما تبقاوش تضربوا، ردوا معايا البال، ما نضربوش الحساب ونبداو نفكروا في شعور فلان او علان. ما نفكرش انا في شعور شي واحد اخر. اللي يهمني قبل ما الشعور المصلحه الجسديه ديالي انا. دابا راه ابشع الانتهاكات هي اللي كاينه في المغرب. اذا كان النظام قادر ينزل ويجلس ويتحاور ويبدا صفحه جديده، نحن نشد على ازريه، ما عندناش مشكل معاه. ولكن الا غادي يستمر في هذه الانتهاكات هذه راه من الهبل والعبط والجنون ان تثقوا فيه. شنو معنى 60 سنه والبلاد باقا في طور التقدم، في طور النمو؟ راه انت ما تتقبلوش العقل. ولا ما تتقبلهاش العقل، كيفاش الدوله غادا تتغرق في الديون وناس اخرين غادي تزيدوا غنى وتيهربوا الفلوس برا؟ راه خصكم تكونوا تتشوفوا. راه تهريب النقود الى الخارج يعني راه السكته القلبيه جايه للبلاد. واغلبيتهم حاصلين على جوازات سفر ديال دول اخرى اجنبيه. واش تنتظروا تتغرق البلاد وتبقاو تقتلوا في بعضياتكم وهما يسلتوا؟ اليوم خصكم تفيقوا وتوقدوا. راه باقي امكانيه للبلاد باش تصلح وتزكاد. ولكن الا بقيتوا صابرين غير من هنا 1 ل 5 سنوات ما نظنش ان شي حاجه سميتها سوريا راه غادي تتجاوزوا سوريا الليل. راه ما غتلقاو ما تاكلوا، راه ما تجيب الفلوس وتتهرب. غتيهربوا كلهم فلوسهم من الخارج، كلهم بدون استثناء. الاستعداد للفرار، مستعدين من الهروب. راه فاش تغرق السفينه اول من يتركها الفئران والجردان. راه ما يعقلوش عليكم. كي لا اطيل 2 الحوايج: ارفع سقف المطالب وتحدث لي على ما هو سياسي، ودير لي تنسيقيه ونسق لي مع الناس الريفيين في اوروبا، وبداو يدخلوا في اتصالات مع حكومات الدول اللي تعترف بتاسيس الدوله الريفيه. لان الناس هذوك الفيديوهات اللي كانوا ديال العنف كاملين راه وسائل ديال الاثبات، جمعهم حطهم في سيدي، كتب مذكره ديال الخروقات الدستوريه والخروقات اللي دارتها المغرب ديال الاتفاقيات الدوليه، واكد لي على التاريخيه ديال تاسيس الدوله الريفيه جمهوريه الريف. وبدا لي الحوار. الحدود راه باينه، لان اصلا كانت مؤسسه. الحدود راه باينه، الساكنه راه باينه وعندها القوميه، وتغتصب اليوم الريف بحكم القوميه. غادي ينقزوا عندي وحدين ويقولوا لي لا حق راه المغرب كامل تياكل العصا، المغرب كامل اللي خرج المناضل تياكل العصا. وبالله يا سيدي انا راه نقدر يكون عيني في زيد ونوقف معاه عمرو وخالد وانس، نعطي الترفيقه لعمرو وزيد وانس، وزيد نقتلو بالعصا ونقول لك راني علمت. هذا تمييز مقنع، هذا يصطلح عليه تمييز مقنع. راه اليوم تنحسوا ان الريف يتعرض للتمييز العنصري
والتاريخ شاهد على ذلك. والدولة راه ما تتلعبش، تعتقل شويه من هنا، تعتقل 4 من هنا، وتعتقل 200 من لهيه، تعاود تعتقل 5 من هنا، وتعاود تعتقل واحد 180 من هنا، ضرب واحد 2 هنا وتهلك 1000 هنا. ومن تهضر معاه تقول لا حنا ما تنميزوش، حنا تنعطيو العصا للمواطنين كاملين. مكاينش تمييز، لا سي كاين تمييز ونقدروا نثبتوه بالقانون. نحسبوا شحال من مواطن في الريف ونشوفوا الثروه ديال البلاد كيفاش تقسمات عليهم، كيفاش يتم تمييز بعض المناطق على مناطق اخرى. راه كاين تمييز في البلاد، راه المواطنين القانون سواسيه، يعني خصهم يستافدوا من نفس الخدمات. الا درتي مستشفى في الرباط راه خصك دير مستشفى في جميع مدن المغرب. خصها ما تجيبنيش انا من الحسيمه الدواء في الرباط، كيفاش واحد ما تجيبنيش انا من الحسيمه نمشي نقرا فاس ولا في وجده. راه ما كاينش المساواه هنا، راه كاين تمييز. ولا تجيبني من الداخله باش نقرا في اكادير هنا راه كاين تمييز. لا سي راه 60 سنه دازت على الاستقلال، خاص يكونوا مناطق المغرب كاملين سواسيه. اذا الناس اللي يقولك لا حقا راه ما تنميزوش، راه العصا تناكلوها، هذا راه مسطي، هذا راه مسطي، هذا يقول العصا تناكلوها كاملين، هذا راه مسطي، هذا راه حمق. نصبروا حيت العصا تناكلوها كاملين. وانت خويا عندك القدره ديال الصبر على العصا، واحد اخرى ما عندوش القدره على الصبر على العصا. كاينين الحيمات عزيزين عليه، انت الا الحيماتك ما حاس به، ولكن واحد اخر راه الحيمات راه ما بغيتش تضرب، واحد اخر ما بغيتش تسب. انت الا كنت ما عند بوك نفس، واحد اخر راه ما تقولش ليه حتى ابسط كلمه. اذا ما تبقاش تسقط نفسك بسيكولوجيا على الناس الاخرين، لان الناس ماشي كلهم بحال بحال. ولا كنت انت باغي الملك الله يتلاك به، ولكن ما تفرضش عليا انا نبغيه بحالك. اليوم زال القناع على المؤسسات ديال الدوله كلهم بدون استثناء. راه قلنا لكم راه الدستور خرق فصلا بفصل، الدستور كامل. صلاحيه الملك ما دارهاش، خرقها. صلاح احترام الدستور، داكشي كامل مشى. الدستور 180 فصل، تقول شي فصل فيه باقي شاد بلاصتو. 180 فصل، جميع القوانين تم خرقوها، جميع القوانين المغربيه. نتحدى شي واحد اللي يستعد يدير معايا مناظره، مرحبا، فصل بفصل، نقول ليه هالخرقوا بالادله. جميع القوانين المغربيه تم خرقوها بدون استثناء، جميع القوانين. وباش نعطيكم مثال، الناس اللي في المناصب دابا، الناس اللي في المناصب طريقه من طرق اقتسام الثروه. نتوما الا ما درتوش الثوره هما راه تيقتسموا الثروه بيناتهم. راه البرلمانيين تياكلوا، راه ما تنساش يدافع عليك. استاذ جامعي تيكتب راه ما غاديش يدافع عليك، لما تيجي عند بالو ديك الخساره ما تدفعش، تعطيها له الملك، تعطيها له المخزن. متفقين؟ الوزراء كاملين. وغنعطي مثال، سولوا السي الرميد ما رايك، قال لهم ما نقدرش نعلق. هذا شنو مهنتو؟ هذه وزير حقوق الانسان، يعني متى كان اي انتهاك خصو يدخل ويعلق وينبه. قالك هو لا تعليق، نو كومنت. علاش؟ انا شاد مانتي وما باغيش نخسر مانتي. وانا ما تلومش السي الرميد، انا لا الومه، راه لان هذا خصله عامه في مجموعه كبيره من اطر الدوله، قضاة، عمداء شرطه، قياد، وزراء، برلمانيين، بعض الموظفين، نسبه كبيره منهم ساكته حيت مخلصه وتتقول اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. متفقين؟ اذا انا ما تلومش الرميد، اذا كان اناني ما تلوموش على انانيته، ولكن الومه اذا كان اراد ان يرسم نفسه كمناضل شريف وعفيف. لا، انت لم تستطع التضحيه بمنصبك الوزاري، فما بالك تتكلم على النضال. الناس اللي تيناضلوا راه تيضحيو بالحريه ديالهم
ويضحيو بالعمر ديالهم ويضحيو بوليداتهم، وماشي غير خدمه فقط. اذا الاخوه جزاكم الله بخير، تنأكد اي شكل نضالي بغيتوا تاخذوه يجب ان يكون هاجسكم الاول الامن. امن نفسك، امن نفسك. طرحات واحد الفكره ديال الاحتجاج في البحر، فكره غير سليمه، هذيك غتكون سبب ديال الاباده الجماعيه. اذا كانوا تيهلكوكم في البر اش غادي تنتظروا منهم في البحر؟ راه يجيبوا الغواصين يغوصوا ويدفعوكم ويطيحوا الفلوكه ويبداو يهبطوكم، تشرب الماء مزيان ويخليك مخلوق راه غرق، ما عندنا ما نديروا ليه. لذلك العقلانيه في اختيار الاشكال النضاليه. نقد ندير اشكال نضاليه اللي تخلي اثر ضخم جدا وبلا ما نرمي راسي للتهلوكه، بلا ما نتواجه معاه. وتنأكد السلميه هي السلاح. تتصورك على انك وصلت لدرجه كبيره من الوعي السياسي، وتتصوروا على انه وصل لدرجه كبيره من الهمجيه ومن الديكتاتوريه. راه الناس تراقب، راه بقى خاصنا كمواطنين نفعلوا الآليات القانونيه. الآليات القانونيه تأكد عليها، راها وضحت. صوتوا على ممثلين ديالكم، صوتوا على ممثلين ديالكم. وإذا تعذر التصويت على ممثليكم داخل التراب الوطني بحكم أنك غير تصوت عليه غيمشي هو للحبس، صوت على تنسيقية في أوروبا وخول لها الحق في أن تتكلم باسمك. إذن بالتالي كيف يتم هذا التصويت؟ اليوم مع تقدم المعلوماتي والإلكتروني أصبح الأمر سهلا جدا وللغاية. التواصل الحمد لله، حنا تنتواصلوا معكم من خارج التربطات، تنتواصلوا معكم، تشوفونا تنشوفوكم، متفقين؟ إذا اليوم خصنا نفكروا في أشكال احتجاجية صعيدية، عصيان مدني. بحالاش؟ اللي عنده شي فلوس في البنكة يحيدها، الماء والضوء نحيدوه، المرافق ديال الدولة نحيدوها. هذا هو رفع السقف. اي حاجه ملك ديال الدوله ما نمشيوش نخدموا فيها. رفع السقف. الناس اللي في برا انقطع اتصالات المغرب، انقطع الانوي، انقطع كل شيء. الناس اللي في برا يقلبوا على شركات اللي تقطع حتى في غير اسبانيا. مثلا نتوما راه حداكم مليليه وسبته، ديروا لي كارت ديال سبته ومليليه. شنو واحد العقد معاهم؟ هادشي باش تقدروا التنسيقيه. عطا الله الحلول القانونيه. متفقين؟ اليوم رفع سقف المطالب. راه تهبط سقف المطالب راك غادي تخسر كلشي، غتخسر كرامتك، غتخسر وليداتك اللي في الحبس. راه النظام متوتر، شكون واضح معكم، متوتر لأبعد درجة. داخل مغامرة، داخل مغامرة تيقمر. ولن يدخر جهدا، اسمع، لن يدخر جهدا لكي يفوز بهذا الرهان. كذلك أنتم. أنا ما خايفش عليكم من حيث الإرادة، لا أخاف عليكم، ولكن السلمية 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 وطرق احتجاجية متطورة للغاية. ونوثقوا التوثيق، الله يجازيكم بخير، وثقوا جميع الانتهاكات. راه المخزن يوثق بالتدليس. حنا راه خدمنا مع المخزن وعارفين المخزن شنو تيسوى، عارفين المخزن ان عنده التزوير بحال تيشرب الماء. المخزن مزور. شنو مزور؟ مزور وقاتل. شكون واضح معكم؟ راه من يحكمكم ضليع في الإجرام. يكفي راه تهريب الأموال راه جريمة. واش كاين شي جريمة واضحة في القانون أكثر من تهريب الأموال؟ راه تبت تهريب الأموال. واش كاين شي جريمة أكثر من الاختطاف؟ راه من المسؤول على الاختطاف؟ الملك. راه هو رئيس الدولة، ماشي غير رئيس الدولة، الممثل الأسمى للأمة.
شنو ممثل الاسماء للامه؟ راه كاين جوج ديال الممثلين، كاين الممثلين التشريعيين اللي هما المستشارين والنواب، وكاين الممثل الاسماء كمؤسسه اللي هو الملك، وكاين الحكومه اللي ممثل تنفيذي. القضاء وحده لا يمثل الا الملك، وهذا اكبر خطا. علاش؟ لان القضاء تيحكم باسم السياده، والملك ليس هو السائد، السياده للامه، وبالتالي هذاك باسم جلاله الملك راه داك اكبر خرق للدستور. علاش باسم جلاله الملك؟ اذا كان القانون اسم تعبير عن اراده الامه، واذا كانت السياده للامه، علاش انا غنحكم باسم جلاله الملك؟ الحكم خصو يكون باسم الامه باش يولي القضاء حتى هو تيمثل الامه ويدافع عن الامه. متفقين؟ اذا هنا عندنا جهاز مخزني ياتي على راسه الملك، والملك لا يدافع عن الامه، تيحمي المخزن. من تتقول لهم اعداد التقارير وتحديد المسؤوليات في اقل اجال، وما ذكرتيش المحاسبه والعقاب. شنو معناها؟ معناها ان ديما نفس الطريقه التضليليه والتدليسيه. حنا راه غادي نديرو تقرير، حنا راه غادي نديرو تقرير، حنا راه غادي نديرو تحقيق، حنا راه غادي نديرو بحث. و60 سنه كاع ما مليتو المغاربه، واخا يكون راسكم فيه الصنم. انا نقول لكم واحد تيقولوا الناس الاولى الكذاب غلب الطماع، وانتم فعلا طامعين في حياه زوينه وتيبقاو يكذبوا عليكم غادي نديرو غادي نديرو غادي نديرو غادي نديرو غادي نديرو، وتبقاو تصبروا. الصبر شيء جميل، ولكن الصبر باش يحقق المبتغى وتكونوا رابحين راه خاصو كلمه الحق. راه الله في كتابه العزيز قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الخسارة تيقسم الله بالعصر، ياك؟ إن الإنسان لفي خسر، تيوكد عليها، إلا الذين آمنوا، الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر جاء في المرتبة الثالثة. الإيمان بعد نآمنوا بحقوقنا، ما نقولكش أنا آمن بالله، أنا دا غناخذوك مبدأ سائد، أن تؤمن بالشيء، وأن تتثبت بالحق، وأن تصبر على تحقيق المبتغى. هذو هما شروط النجاح. أن تؤمن بحقوقك، وتؤمن بأن لك السيادة، وأن تتثبت بالحق. شنو هو الحق؟ هو نقيض الباطل. الحق هو أنني ما نظلمش، ما نتعداش، ما نسرقش. هذا هو الحق، ناخذ غير حقي. والناس في اوروبا وفي الدول المتقدمه كامله من داروا هاد الاركان الثلاثه تقدموا، امنوا بحقوقهم، امنوا بالتغيير، وتجدروا فوق الحق، وصبروا حتى حققوا المبتغى. إذن كي لا أطيل، المسائل راه واضحة. لا ثقة في السياسيين، من الأخير لا ثقة في السياسيين، لا ثقة في السياسيين. اليوم الملك فقد المصداقية ديالو، خطاباته في واد وأفعاله في واد، وحنا كعقال نحكم على الأفعال ولا نحكم على الأقوال. لكن انت عاقل، احكم على الفعل ولا تحكم على القول. وكي أختم، أحمل الدولة المسؤولية في شخص ملكها. أي اعتداء يطال الأسرة ديالي في المغرب، أعيدها، أحمل الدولة المغربية على رأسها الملك. أي اعتداء يطال الأسرة ديالي في المغرب. أنا ما تنجبهش النظام وتنأكد عليها. مواطن مغربي يمارس حقوقه
الدستورية التي يخولها له الدستور، ويمارس حقوقه الشرعية في إطار العقود الشرعية التي تربطني بمن يحكم البلاد. شكون واضح معك؟ أنا ما رافد عليك سلاح، ما تنسبك، ما تنقذفك، ما تنطالب بإثارة الفتنة، وتنأكد عليها، وطالب بحقوق أبناء شعبي، ومن حقي نهار توفر الحقوق ندير لك ابوجور ديالك نشد هاد الفم هذا. وراه ازدهار الدولة بازدهار شعبها. راه كاع الدول المتقدمة دابا خليونا من الغباء السياسي، كاع الدول المتقدمة تقدمات بالشعب ديالها، عطيو فرصة للشعب. ما قديتوش حيدوا في حالاتكم. شويه ديال القناعة، راكم كليتو بما فيه الكفاية. راه عندكم اللي يعيشكم ويعيش ولادكم وحفادكم وحفاد حفاد 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 حفادكم. سيروا ديروا التجارة وخليو عليكم السياسة، ولا دخلوا للسياسة ووقفوا شويه ديال التجارة. راه ما تيتلاقاوش بجوج. ودي راه قاعدة أجمع عليها الجميع. وحنا عندنا غير التجار. باش تكون سياسي خصك تكون تاجر. راه ميمكنش تدافع لي على مصالحي انا، راه دافع غير على مصالحك انت. خلي ولاد الشعب يتقدموا بالبلاد شويه. راه لا تقدمات البلاد وتقوات راه مصلحتكم. راه باش نقول لك الغباء السياسي راه تكون حاكم ديال دوله قويه احسن ما تكون حاكم ديال دوله ضعيفه في اي وقت يصدم عليك بالصباط. هذا بالنسبه للدول المتقدمه، واعتذر عن هذا الوصف، راك بالنسبه لهم غير بخوشه. راه في اي لحظه ترشقلو يصدم عليك يبغشك. ما تاخدش في بغزتو، ما يفوتش 5 ديال الثواني. انا باش نكون واضح معكم. والناس اللي تيقول لك وراه عنده حق الهي الله اللي تعطي الملك، الله فعلا يعطي الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، هي دي قاعده. ولكن الله تعطي علامات ديال الايتاء وعلامات ديال النزع. من بين علامات نزع الملك هي صنع البغضاء في قلوب الناس. وانا متاكد ان عدد كبير من المغاربه يقول احبك بلسانه ويبغضه بقلبه، وانا متاكد منها. يبغضه بقلبه. الله سبحانه وتعالى اول حاجه يعني الله سبحانه وتعالى ما غيجلس من العرش ديالو ويقول له لا ينزل من العرش ديالو في الفردوس الاعلى ويجي ويقول له لا حيد، لا، يجعل سببا لذلك. الاجل كذلك بكتاب، ولكن عنده سبب. الموت بكتاب ولكن عنده سبب. كاين اللي غيموت مشنوق، كاين اللي غيموت في الفراش ديالو، كاين اللي غيموت من المرض. كذلك الملك ينزع بعده اسباب من بينها القبر. ولكن الله سبحانه وتعالى يقد ينزعو قبل ما يخليك في القبر. يقد في اي لحظه الله سبحانه وتعالى اذا استعصى الامر على عباده تعطي العباد فرصه، حتى اذا استعصى الامر على العباد هذيك الساعه الله تيتدخل. اذا الملك انا تيبان لي علامات نزع الملك راه واضحه، وعدد كبير من المغاربه تيشوفوها بعينيهم. علاش؟ استمرار الظلم ابرز ركن في نزع الملك. ابرز ركن، وانا متاكد منها بحال اللي متاكد من الموت. الملك سينزع. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى عاملهم البصر والبصيره. والمغاربه اليوم راهم تيركزوا على السلميه، ولكن السلميه راه غير خطوه. راه نهار يتقواو الحق انت تتشكلوا بيدك، ماشي انا تنشكلوا. دابا تنهضر انا راه اللي حاقد ماشي اللي حاقد على النظام. راه ما حاقدش عليه حيت محمد قنديل تيهضر ولا فلان ولا علان ولا زعتران. حاقد على الحكم وحاقد على الملك بتصرفات الملك. اما عميان القلوب والبصر والبصيره هذوك لا اتكلموا عنهم. هذوك عاميهم الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من. هذوك معميين، هذوك عايشين في الدل وتيصفقوا الدل. اللي بايع شرفه واللي بايع كرامته واللي بايع ولاده واللي بايع مراته، انا ما تناقشهمش. انا هذوك حاشا ان اناقشهم.
انا تناقش الاحرار اللي عنده كرامته، تناقش اللي تيموت على كرامته. اما اللي هو عبد ديال الدرهم ما تناقشوش. انا عبيد الدراهم ما تناقشهمش. تناقش الحر كيفما كان انتماؤه، تناقش الاحرار. تيقولك الموت عزة النفس. تعرف شنو هي عزة النفس؟ عزة النفس راه بدون ثمن، وتنتكلم معاكم حيت عارف انا قيمتها. شوف عارف قيمتها، عارف قيمتها، وعندي ادله على عزة نفسي. ما عمري ركعت لشي ولد المرأة. عرفتي ما عمري ركعت، ما عمري ركعت، وما عمري غادي نركع ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما عمري مديت يدي، نكون في امس الحاجه، نكون مقشوش وما نمدش يدي.